لو مسافر بره مصر هقولك على شوية أدوية تاخدها معاك. للإسهال بتاخد أنتينال، وده جرعته بتكون كبسولة بعد الأكل 3 مرات. وبالنسبة للأطفال بتجيب منه الشراب. مسكن بتجيب كتافلام أو بايبروفينيد، وده بتاخد قرص عند اللزوم. دول مناسبين جدا لآلام العظام وآلام الأسنان. الصداع بتاخد بنادول اكسترا، وده جرعته بتكون قرصين عند اللزوم. لأدوار البرد والرشح بتاخد كومتريكس، والجرعة بتكون قرص بعد الأكل 3 مرات. بالنسبة للأطفال بتاخد رينو برو شراب. من الدهانات هناخد ريباريل لأي خبطة أو كدمة. كمان هناخد الجازون لألم العظم. وما تنساش تاخد كريم مضاد حيوي زي جراميسين او فيسيدين، ودول مناسبين لو في بعد الشر جرح او حرق. لو في حساسيه او هرش او تسلخات بتاخد معاك كيناكومب كريم. وللجهاز الهضمي بناخد 3 ادويه. اول واحد الانتودين، وده مناسب لحالات الحموضه وحرقان الصدر. تاني واحد كلوفورين دي، وده مناسب للتقلصات والمغص والانتفاخ، وبتكون جرعته قرص قبل الاكل. تالت واحد موتيليوم، وده بناخده لو في ترجيع، وبيكون الجرعه قرص عند اللزوم. ولازم تاخد معاك مضاد حيوي واسع المجال زي الهايبايوتيك او الزيثرون. ويا ريت ترجع لحلقه المضادات الحيويه عشان تعرف امتى تقدر تستخدمهم. ما تنساش تعمل سيف للحلقه عشان اكيد هترجع لها في يوم من الايام.